وعلى سلم النقابة الشهير تجري كل المظاهرات والاعتصامات المصرية الآن. وقد حرصت أن تكون لقاءاتي بالإعلاميين والصحفيين المصريين داخل مقر النقابة لنضع حدا فاصلا بين حرية الرأي والتعبير وحرية السب والطعن. الحكم القضائي، أي حكم قضائي هو عين الحقيقة في النهاية، لكن ربما بس مسألة أن تغلق شاشة أو تسود شاشة أو تغلق صحيفة، هذا ما نخشاه. إنما يعني بدون الدخول في تفاصيل ما حدث بين طرفين الكابتن أحمد شوبير والسيد مرتضى منصور، الأمر كان على قاعدة شخصية بالمرة يعني، لهذا ليست هناك حالة الخوف التي يمكن أن تنتشر فيما لو لم يكن هناك مدرك لما كانت طبيعة الخلاف على أي شاكلة، هل هي للعام أم للخاص. مع احترامي وتقديري للمستشار مرتضى منصور والأستاذ أحمد شوبير، هي قضية خلافية شخصية بشكل أساسي وليست قضية عامة، ولكن المشكلة في المعالجة الفضائية أو المعالجة الإعلامية لها لم تكن على المستوى المطلوب. من وجهة نظري أنا شايف أنه عفوا الإعلام عليه دور كبير جدا، وأنه هو ما بيخاطبش شخص واحد ولكن بيخاطب رقعة كبيرة أو مساحة كبيرة من المشاهدين، فلا يجب إقحام المواقف الشخصية أو الخلافات الشخصية في قضايا عامة أو على عبر صفحات الجرائد أو في الفضائيات. المشكلة ربما تكون أخذت طابع مختلف، وبعد قضية الحكم أو الحكم الذي صدر للمستشار مرتضى منصور أصبح نوع هناك من التخوف، ولكن أنا بعتبر ما حدث كان نتيجة الفوضى اللي احنا في بداية عملنا أو في بداية ترشحنا لرابطة النقاد الرياضيين، هو الحد من الدخلاء وألا يسمح. ستجد حاليا في بعض الفضائيات يتم استضافة أي شخص ويطلق عليه الكاتب الناقد، وهو غير منتمي لنقابة الصحفيين وغير منتمي لرابطة النقاد الرياضيين، فيجب الحد منها. أيضا برضو أنا شايف أن هناك حالة من الفوضى في الإعلام المصري لعدم وجود ضوابط للعاملين في مجال الإعلام. أصبح الآن، ويمكن كنت كتبت مقال في هذا الإطار، لاعب كرة قدم سابق مقدم ومحلل ومذيع حاليا للأسف بدون ضوابط. عندما يعتزل اللاعب يعني يدخل قناة من خلال نجوميته ليقدم برنامج أو يحلل برنامج دون أن تكون لديه أو حصل على الخبرات الكافية أو لدراسة الإعلام. وليس أنا عندما أقول دراسة الإعلام ليس بالمطلوب أن يكون خريج كلية إعلام أو التحق بكلية إعلام، ولكن يجب أن يحصل على دورة إعلامية، وهذا المفروض تقوم به كل المؤسسات وكل الفضائيات. وكما تعلم في بعض الإذاعات والقنوات الشهيرة والعريقة كالBBC لا يمكن أي شخص حتى لو تم التعاقد معاه من تلفزيون مصري أو تلفزيون قطري لا يتم ظهوره على الشاشة أو الجلوس أمام الميكروفون دون اختبار أو اجتياز اختبار محدد من خلال القناة أو تلفزيون BBC، من خلال دورة مع الخبراء لكي يفهم الكلمة كيف تحسب عليه وكيف يحاسب. الكابتن شوبير لا شك أنه هو أخطأ في شخصنة قضيته مع المستشار مرتضى منصور وحولها إلى قضية رأي عام، وكانت النتيجة أن المستشار مرتضى منصور استطاع الدفاع عن حقه ووصل إليها من عبر القنوات الشرعية وهي النصوص القانونية. ولكن ليس هو شوبير وحده الذي يخرج عن النص في الفضائيات، ولكن الكثيرين، ولكن ليس هناك من يدافع عن حقه ويجري وراء الحصول على حقه كما فعل المستشار مرتضى منصور. هذا الموضوع يمكن هو الأول من نوعه في الإعلام الرياضي العربي وليس المصري، أن يتم بهذه الصورة، أن يتهكم برنامج معين على شخصية أو مصدر ما، ويقوم المصدر
بتقاضي هذا البرنامج وإيقافه عن الظهور، فهو حكم جديد ومنطق جديد سيجعل البرامج الرياضية في الفترة المقبلة أكثر حيادية وأكثر صراحة، وسيبعد التجني أحيانا، لأن البرامج الرياضية أصبحت عندنا في مصر، أنا بخص مصر، أصبحت منابر للمعارك، وأصبح المذيع المتألق هو من يشعل الصراع بين الطرفين وليس من يصلح بين الطرفين أو من ينبئ بخبر للمشاهد. هذا المشاهد الذي يجلس أمام التلفاز لم يجد إلا المشاكل. ووصلت القنوات الرياضية وبعض البرامج الرياضية المصرية إلى حد في البيوت المحافظة المصرية أن يتم إغلاقها مثل القنوات السيئة، وهذا هو الخطر الذي داهم الرياضة المصرية. ولنا سقوط كبير في مواجهة الإعلام الجزائري. الإعلام المصري لم يدير معركته الإعلامية بحيادية وبالصدق أمام الإعلام الجزائري، مما أثر على معنويات لاعبيه، وخسرنا معركة التأهل لكأس العالم بسبب الإعلام المصري. ولكن الآن الموضوع دخل في نفق آخر، هو كيف تقدم برنامج رياضيا يبحث عن الأخبار ويعطي لكل مصدر حق. أعتقد دي هيبقى فيها نوع من الأمانة في الفترة الجاية، ولكن برضو من الصعب أن نحجر على آراء الآخرين بالأحكام القضائية. لازم كل واحد يبدأ يقول رأيه، ولكن يقول رأيه بموضوعية. الموضوعية دي المشاهد اللي قاعد قدام التلفاز قاعد هو عارف ده موضوع ولا لا وده موضوع ولا لا، ولكن يجب على مقدمين البرامج تولي الحياد فهو من مضمون العمل. يعني هي قضية شائكة. شوبير ومرتضى منصور صراع ممتد ومستمر على مدار يعني أكثر من عدة أعوام لظروف مرتبطة سواء بانتخابات الزمالك أو بقضايا أخرى. يعني دعنا نتفق في البداية أنه كل من شوبير ومرتضى منصور نجم في موقعه. يعني مرتضى منصور له من الكاريزما الإعلامية الرائعة، يعني المتميزة، تتفق أو تختلف معه بس تحب أن تراه على الشاشة. يعني هو مثير للجدل، والجدل أحيانا الممتع. يعني أقول لك الممتع، يعني عايز أقول لك إنه حتى مرتضى منصور في خلافاته، الخلافات اللي هي الغير حقيقية يعني، أو الخلافات اللي هي مش بتصل إلى مدى بعيد، متسامح. أقول لك واقعة أنا حدثت معي. أنا كنت يعني مندوب الأخبار في نادي الزمالك في عام 2004، الفترة اللي دخل فيها مرتضى منصور 2005 الانتخابات ونجح، وقعدت فترة قبل ما يتحل المجلس بتاعه ويعود مرة أخرى. حدث يعني خلاف بينه وبينه في التليفون على الهاتف، يعني هو مصدر فأنا بكلمه، فحدث نوع من يعني الخلاف، والخلاف الحاد. أنا بطبيعتي على فكرة أحمد الله أن يعني أرتبط بعلاقات طيبة بكل المصادر. أولا أنا راجل مش قاهري، وأحمد الله أن أنا مش قاهري، أنا راجل من صعيد مصر من قنا، وبالتالي عندي القيم والأخلاق فوق كل اعتبار، إضافة إلى حب وأساسيات المهنة تفوق كل شيء. وصل الخلاف إلى أن حدثت القطيعة بيني وبينه على المستوى الشخصي، وكنت يعني أكتب عن نادي الزمالك ولا أكتب عن مرتضى شيء، لا بالحلو ولا بالوحش، ولا أذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد. وخلاف كان خلاف صعب، يعني وصلت إلى يعني ألفاظ صعبة يعني وقتها. أنا عضو عامل في نادي الزمالك، فكنت بروح نادي الزمالك وكان معايا بنتي الكبرى آية بتلعب كاراتيه، فكنت متواجد في النادي وراح أجيب بنتي من التمرين، فهو في معدي قدام مكان التمرين بتاع الكاراتيه، فشافني أنا ماسك آية بنتي كانت رايحة تجيب حاجات من قدامي يعني وكده، فجي مسك البنت وجابها لغاية عندي، قال أنا هسلم عليك عشان العروسة دي، وذابت كل الخلافات في لحظة. كذلك يعني عايز أقول لك كان ليا موقف برضو مع الكابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير أنا كنت عضو مكتب تنفيذي في المكتب السابق رابطة النقاد الرياضيين، وحدث ما حدث من
بعض الادعاءات ادعاها البعض عليه انه رشوه بعض الصحفيين، وكان لابد ان تقف الاسره الصحفيه تجاه هذه الاقاويل في وقتها كانت صادقه ونفاها الكابتن احمد فيما بعد. انا عايز اقول انت كتبت عمود في صحيفه الاخبار شوبير من 1 ل10، انتقدت فيه احمد شوبير او الكابتن احمد شوبير انتقاد لاذع محترم.